أعزائي متابعيني، أهلا بيكم. النهاردة أنا بقدم رسالة ونداء ورجاء لكل من السيد وزير التربية والتعليم، السيد وزير التعليم العالي، السيد الفاضل وزير الشباب والرياضة. النهاردة برجوكم وبقدم لكم رجاء إن احنا ناخد بالنا من ولادنا شوية. أنا بعد تفكير قررت إني أبعت لحضراتكم رسالة ومهمة جدا. في الحقيقة خلوني أقول لحضراتكم في الأول. أنا فاكر زمان في أيام في مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي، كان البنات عندهم حصة بيخشوا ويتعلموا حاجة اسمها التدبير المنزلي، والولاد بيشتغلوا أعمال يدوية. في الحقيقة أنا لما بسأل اليومين دول ولادنا، لا ما لقيتش الكلام ده موجود. فأنا بقدم لحضراتكم فكرة، ويا ريت نحطها في الاهتمام، لان هي فعلا فكره هتخلي ولادنا يتعلموا الحرف اليدويه، وهتخلي ولادنا كمان عندهم الحس الفني، واعتقد انها هتبعدهم عن اي يعني اعمال زي اللي بنشوفها اليومين دول، الاساءه والحاجات اللي مش عايز اتكلم فيها. فخلوني اقول لحضراتكم ان الاعمال اليدويه، يعني يا ريت حضراتكم تدخلوا على صفحتي وتشوفوا انا بعمل ايه وبقدم ايه المحتوى. وعايز ابتدي كلامي ان انا بقدم فكرتي، ومستعد لاي مساعده ان انا اساعد، ومستعد ان انا اشتغل مع حضراتكم بدون اي مقابل، بدون اي مقابل، ولا عايز مرتب ولا عايز اي مقابل. بالعكس، انا كل اللي انا بحلم بيه ان ولادنا يتعلموا الحرف اليدويه ويتعلموا الفن. انا بقدم محتوى يمكن بسيط جدا، ولكن هو حاجه عند معظم الناس الشغف انها تعرفها وتعلمها، لان هو بقدم محتوى جيد وحاجه مفيده للمجتمع. ايه اللي بقدمه؟ انا بعلم ولادنا وشبابنا ازاي يتعلموا يعملوا الريزن، ويعملوا الاعمال الفنيه، ويشتغلوا في الكونكريت، ويشتغلوا في القوالب. الحاجات دي فعلا ممتازه وحاجه كويسه جدا. انا بناشد السيد وزير التربيه والتعليم ان نعمل يوم او ساعتين او ماده، او معرفش حضرتك هتنسقها ازاي، ان احنا نعمل ندخل دراسه الاعمال اليدويه والحرفيه جوه المدارس، سواء بقى شغل الريزن او شغل الكونكريت او شغل اعمال فنيه. انا عارف ان ناس كتير لسه ما عرفتش اللي انا بقوله، ولكن هو محتوى جيد جدا وهيفيد فعلا مجتمعنا. لان الناس، يعني انا اللي خلاني يمكن طلعت وقلت لحضراتكم كده، وبناشد الساده الوزراء ان احنا نعمم الفكره. لان انا بيجي لي رسائل كتير جدا، في ناس نفسها تتعلم ده ومش قادره توصل ليا او للناس اللي بتعلم. احنا يمكن على الساحه اللي بنعرف شغل الريزن وشغل الكونكريت وشغل القوالب، يمكن ناس مش كتير، ولكن احنا كلنا ممكن نتحد مع بعض ونساعد الدولة في ان احنا نتقدم. وده اعتقد ان يحصل تقدم كبير جدا في عالم الفن والصناعة برضو. لاني انا شايف ولادنا بيتجهوا بقى الحاجات مش، يعني احنا كلنا عارفين، فبلاش افتح فيها وبلاش اتكلم فيها. ولكن انا بناشد حضراتكم، وانا لما قصدت اقول وزير التعليم العالي، لان ده محتاج في الجامعات. يمكن انا كنت بدرس، او كان في احد دكاترة الكليات وجي حب يتعلم الريزن، وكان في الحقيقة وعدني وقال لي ان هيكلم رئيس الجامعة ان نعمل مؤتمر في الجامعة، وان احنا نعرف ولادنا فن الريزن. وده في الحقيقة معرفش، يعني ما حصلش. ولكن طبعا حضراتكم تقدروا ان نعمل ده. ولما بناشد السيد وزير الشباب والرياضة، لان احنا ممكن ندخل ده في النوادي. احنا في النوادي كلنا واحنا قاعدين في النوادي بنشوف شبابنا، يعني الفراغ قاتلهم وبيعملوا حاجات يمكن لا تليق بينا. علشان كده احنا لو نعمل في النادي يوم او فقره او جزء نعلم ولادنا فن الريزن،
او فن الكونكريت ده حاجه هتكون مفيده. انا ليه بقول فن الريزن وفن الكونكريت؟ لان فن الكونكريت سهل جدا ان اي حد يتعلمه. ممكن ولادنا ان شاء الله حتى من سن 7 سنين او 8 سنين نقعد نشتغل بالكونكريت او نشتغل بالصلصال او نشتغل اعمال يدويه من اي اعمار. والناس الكبار يعني نبتدي بعد كده مرحله ثانوي ممكن ندخلهم في شغل الريزن. هو حاجه جميله جدا، انت بتشكل اعمال فنيه. وبعدين انا شايف ان فن الريزن ده هو المستقبل وهو اللي مطلوب وهو الحاجه الجميله. وبعدين احنا ممكن المصانع اللي بتعمل دعايه قد كده ومش عارفه تسوق منتجها، احنا ممكن ناخد منهم ويكونوا على تواصل. انا والله طلعت كده من غير ما اخد راي حد ولا يعني بستشير حد ومش عارف مين معايا ومين مش معايا. ولكن يا ريت حضراتكم تهتموا بالموضوع. وتليفوني موجود على كل صفحاتي، تقدروا تتواصلوا معايا وانا مستعد اروح لاي مكان من اسكندريه لاسوان في سبيل العلم. لان خيركم من تعلم العلم وعلمه. احنا محتاجين ان احنا نعلم العلم علشان يعني ننقل العلم بيه من ولادنا. ويا ريت كل حد عنده فكرة جديدة يطلع يقولها، بدل ما بنشوف حاجات على السوشيال ميديا مهازل واللي بيطلع يرقص واللي بيطلع يعمل حاجات غريبة جدا. لا، من فضلكم لو سمحتوا، السيد وزير التربية والتعليم، السيد وزير التعليم العالي، السيد وزير الشباب والرياضة، وكمان وزير التضامن، يعني يا ريت حضرتك نعمل ده ونعلمه. عايز اقول لحضراتكم ان انا رحت مرة جهة من الجهات وطلبت ان انا اعمل ايفنت مجاني، وقلت هجيب الخامات على حسابي وندعو الشباب، ولقيت للاسف محدش يهتم. يا ريت نهتم. والموضوع فعلا حلو. وانا النهارده طلعت وقلت لحضراتكم علشان انا فعلا 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 نفسي ان الناس كلها تبتدي تشتغل بقى ونسيبنا بقى من قيل وقال ونسيب الحاجات دي كلها. واعتقد ان احنا لو كل الشعب المصري وكل ولادنا اشتغلوا في اعمال فنية واشتغلوا، احنا هنكون من افضل بلاد العالم. اشكركم شكرا جزيلا والى اللقاء. تحياتي.